فيلمنا بيبتدي في غابة بيطلق عليها اسم أرض العزة، واللي بنشوف فيها جميع الحيوانات عايشين مع بعض في سلام تحت حكم الملك العادل موفاسا، اللي النهارده بيكون يوم مميز جدا بالنسبة له هو وزوجته سرابي، وده لأنه هيقدم للمملكة ابنه اللي لسه مولود الأمير سيمبا لأول مرة، اللي هيكون الملك بعد رحيل أبوه الملك موفاسا في المستقبل. وبعد ما حيوانات المملكة بيتجمعوا من كل مكان، القرد رفيق المخلص للملك موفاسا بيقوم بمراسم الاحتفال بالأمير سيمبا، وبياخده من الملكة سرابي وبيقدمه بعدها لكل المخلوقات اللي بيبداوا انهم يحتفلوا بيه. وفي نفس الوقت في مكان تاني بنشوف فار صغير بيستخبى في كهف، وبيكون عايش في الكهف ده الاسد سكار، وسكار ده يبقى اخو الملك موفاسا وعم الامير الجديد سيمبا، لكن ما بيكونش حضر مراسم تتويج سيمبا بسبب حقده عليه، وده لانه مش هيكون له اي فرصه في المستقبل انه يكون ملك بسببه. وبنشوفه هو بيكلم الفار بعدها وبيقول له انهم يشبهوا بعض، وده لانه بيعيش في الضلمه على فتات الاكل. وساعتها بيوصل الطائر زازو مراسل الملك موفاسا عشان يبلغ سكار ان الملك غضبان منه بسبب عدم حضور المراسم تتويج ابنه، لكن سكار ما بيهموش الكلام ده وبيفكر انه يفترس زازو. وساعتها بيوصل الملك موفاسا وبيمنعه انه يهاجمه، وبيساله بعدها عن سبب غيابه عن حفل تنصيب ابنه سيمبا امير على المملكه، لكن سكار بيكون واضح عليه الحقد على سيمبا وبيقول لموفاسا انه نسي موضوع الحفل ده خالص، وبيدي ظهره للملك عشان يمشي. وموفاسا بيحذره انه يتجاهله وهو بيكلمه، وبيفكره ان سيمبا هيكون ملك عليه لما يكبر. وسكار بيقول له باستهزاء عاش الملك، وبيسيبه وبيمشي. والطائر زازو بينبه الملك موفاسا انه لازم ينفي سكار بره المملكه لانه متوقع الغدر منه، وموفاسا بيقول له انه ما يقدرش يعمل كده مع اخوه لان ارض العزه تبقى وطنه هو كمان. وبنروح لرفيق المخلص للملك موفاسا وبنشوفه هو بيجمع مجموعه من الديدان والحشرات المضيئه عشان يحفروا رسمه لوش سيمبا كتسجيل للتاريخ، وبيكون فرحان جدا بعدها. وبيتعدي الايام وبيكون سيمبا كبر شويه وبيكون صاحي نشيط قبل شروق الشمس، وبيروح عشان يصحي ابوه الملك موفاسا، وده لانه وعد سيمبا انه ياخده معاه في جوله يتفقدوا فيها المملكه مع بعض. وسيمبا بيكون متحمس جدا عشان يبداوا الجوله دي، لكن موفاسا بيروح لصخره عاليه في البدايه عشان يوري سيمبا حدود مملكته اللي هيحكمها، واللي بتكون عباره عن اي ارض بتلمسها الشمس ظاهره قدام عينيهم. وبيبدا بعدها يوجه النصايح لسيمبا وبيعرفه انه دوره كملك في المستقبل انه يحمي المملكه ويحافظ عليها. ولما سيمبا بيساله انه يحكم كل الارض دي بما فيها المكان المظلم اللي ورا الجبل، فموفاسا بيعرفوا ان المنطقه دي خارج سيطرتهم، وبيأكد عليه انه ما يروحش المكان ده بالذات. وسيمبا بيقول له ان المفروض هيبقى الملك وكل حاجه تكون تحت سيطرته، لكن موفاسا بيقول له ان الملك الحقيقي لازم يعرف امتى يدي زي ما بياخد لان الحياه بتخضع لتوازن دقيق. وساعتها بيوصل زازو مراسل الملك وبيبدا انه يقدم تقريره لموفاسا اللي بيكون مشغول بتعليم سيمبا الصيد، وبيدربه انه يمسك زازو من غير ما يحس. وسيمبا فعلا بيعمل كده وزازو بيتخض وبيمشي، وموفاسا بيفضل يضحك مع سيمبا بعد اللي حصل. لكن زازو بيرجع للملك بسرعه وبيقول له ان الضباع عملوا حمله صيد على المملكه، وموفاسا بيأمر سيمبا بعدها انه يرجع للبيت وبيجري بسرعه عشان يدافع عن ارض العزه. وزازو فعلا بيرجع سيمبا للبيت عشان يلعب مع باقي الاشبال الصغيرين، لكن سيمبا بيكون زعلان لانه كان عايز يروح مع موفاسا، وبيفضل يطارد حشره صغيره لحد ما بيلاقي نفسه قدام عمه الاسد سكار اللي بيكون قاعد فوق صخره عاليه. ولما بيشوف سيمبا بيطلب منه انه يبعد عنه ويروح يلعب مع باقي الاشبال، لكن سيمبا بفضول الاطفال بيطلع جنبه وبيقول له ان ابوه قال له انه هيحكم مملكه ارض العزه لما يكبر، وانه كمان هيكون ملك عليه هو نفسه. وسكار بخبث بيقول لسيمبا ان موفاسا اكيد ما حكالهوش عن مقبره الافيال اللي موجوده في اخر المملكه، وده لان المكان ده للشجعان بس، وانه لسه شبل صغير وما ينفعش يروح هناك. وبيطلب منه انه يوعده انه ما يجيبش سيره انه عرفه المكان ده، وطبعا الكلام ده بيكون كفيل انه يحرك فضول سيمبا اللي بياخد صديقته نالا بعدها بحجه انهم هيلعبوا مع بعض. لكن في الطريق بيقول لها انهم هيروحوا لمنطقه مقبره الافيال عشان يستكشفوها، وبرغم ان نالا بتحذر سيمبا من خطوره المكان ده الا ان سيمبا بيصمم انه يروح هناك. وفي الطريق بيقابلوا زازو اللي بيقول لهم انه فرحان لانه شايف قدامه ملك وملكه المستقبل، ولما بيسالوه يقصد مين زازو بيقول لهم انه يقصدهم طبعا لانهم في حكم المخطوبين دلوقتي، لكن سيمبا ونالا بيقولوا له ان ده مش ممكن يحصل لانهم مجرد اصدقاء. فزازو بيقول له انه مش هيقدر يهرب من قدره كملك بانه يتجوز نالا. وسيمبا بعدها بيبدا انه يهزر معاه وبيقول له ان الملك ما بياخدش نصايح من حد، وبيجري هو ونالا وسط حيوانات المملكه عشان يهربوا من زازو اللي بيحاول انه يمنعهم من الهروب. وبيقول لسيمبا انه عارف كويس هو ناوي يروح فين، لكن سيمبا بيتجاهله وبيجري مع نالا لحد ما بيوصل لحدود المملكه. وساعتها زازو بيسيبه وبيطير عشان يرجع للملك موفاسا وبيبلغه باللي حصل. وسيمبا بيكمل طريقه مع نالا وهما بيلعبوا مع بعض لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام مقبره الافيال، والمكان بيكون مخيف جدا ومليان بالهياكل العظميه. لكن فضول سيمبا بيحركه عشان يخليه يستكشف المكان اكتر، ونالا بتبدا انها تحس بالقلق وتحاول تقنعه انهم يرجعوا لانهم بعدوا جدا عن حدود المملكه. لكن سيمبا بيصمم انه يروح لاماكن ابعد داخل المقبره لحد ما بيحسوا بحركه غريبه في المكان، وبنشوف ضباع شرسه بيبداوا انهم يظهروا واحد ورا التاني قدام سيمبا ونالا اللي بيلاقوا نفسهم اتحاصروا تماما ومش قادرين انهم يهربوا. والضباع بيبداوا يقولوا ان العشاء النهارده هيكون ملكي لحد ما بتظهر قائده الضباع اللي اسمها شينزي، وبتقول لسيمبا انها كانت مستنيه الفرصه دي من زمان، وان قوانين موفاسا ما
تمشيش على ارض الضباع اللي في مقبره الافيال. وفي اللحظه دي بيوصل زازو وبيقول لشينزي ان سيمبا غلط انه تعدى على ارضهم، لكن بيحذرها انها تهاجمه لانها بالشكل ده هتبدا حرب مع موفاسا. لكن شينزي بتتجاهله وبتحاول انها تهجم على سيمبا اللي بيبدا انه يهرب مع نالا من الضباع اللي بداوا انهم يطاردوهم. وبعد ما بيدخلوا الانفاق ضيقه وبيخرجوا منها المكان تاني بيتفاجئوا ان الضباع حصرت المكان ده بالكامل، وبيفضلوا يتريقوا على سيمبا بسبب زئيره الطفولي لحد ما بيترعبوا لما بيسمعوا صوت زئير الملك موفاسا لانه بيكون وصل في اللحظه دي عشان ينقذ سيمبا ونالا. وبعد ما بيبعد كل الضباع عنهم بيقول لشينزي ان ده اخر تحذير ليها، وشينزي بتقول له بغيظ انهم مش يقربوا لسيمبا تاني. وموفاسا بياخد سيمبا ونالا وبيمشوا من المكان ده، وبعدها بيطلب من زازو انه يرجع نالا لبيتها لانه عايز يتكلم مع سيمبا. والطائر زازو بيترجى انه ما يقساش على سيمبا بسبب عصيانه لاوامره، وبيقول للملك ما ينساش انه كان عنده نفس فضول سيمبا وده لما كان في سنه. لكن موفاسا بيقول له انه لازم يعلم سيمبا درس وبيأمره انه ينفذ تعليماته. وزازو فعلا بياخد نالا وبيمشوا من المكان. وموفاسا بعدها بيقول لسيمبا اللي حاسس بالذنب انه تعمد انه يعصي اوامره، وانه باللي عمله ده عرض حياه نالا ومستقبل القبيله كله للخطر. وسيمبا بيقول له انه كان عايز يثبت له انه شجاع وما بيخافش زيه. لكن موفاسا بيقول له انه بيكون شجاع لما بيكونش قدامه اي اختيارات تانية، وانه حس بالخوف النهارده لما لقاه في خطر. وسيمبا بيقول له ان الضباع كلهم كانوا مرعوبين منه. فموفاسا بيقول له لانهم عارفين ايه اللي ممكن يحصل لهم لو هاجموه. وبيفضل موفاسا يلاعب ابنه سيمبا شويه لحد ما سيمبا بيساله عن النجوم اللي في السماء، وموفاسا بيقول له ان النجوم دي ارواح ملوك الماضي اللي بيبصوا عليهم من السماء، وانه في يوم من الايام هيكون معاهم وشايفه لو احتاج له. وفي الوقت ده بيكون الضباع قاعدين في مقبره الافيال بيتكلموا عن قوه موفاسا، واللي بيتفاجئوا بعدها بزياره سكار اخو الملك ليهم. وسكار بيقول لهم انهم عايشين مشردين وملهمش اي مكان، وانهم فشلوا انهم يتخلصوا من سيمبا ونالا بعد ما بعتهم ليهم عشان يخلصوا عليهم. وبيعمل بعدها مع شينزي اتفاق شيطاني وبيقول لها انه عايز يقتل موفاسا بمساعدتهم، ولما يبقى الملك هيسمح لهم انهم يعيشوا في المملكه زي باقي الحيوانات، وانه هيخليهم يصطادوا في المملكه بدون اي شروط. وعشان كده عمل خطه محكمه لقتل اخوه موفاسا وابنه سيمبا. والضباع كلهم بيوافقوا على كلامه وبيرحبوا بالعرض ده جدا. وفي اليوم اللي بعده سكار بياخد سيمبا لوادي موجود في المملكه، وبيقول له انه عارف ان ابوه زعلان منه وعشان كده بيقترح عليه انه يصالح ابوه، وده بانه يقعد لوحده في الوادي ويجرب زئيره لحد ما الزئير بتاعه يعلى. وساعتها موفاسا هيفرح ان ابنه كبر ومش هيعامله كانه شبل تاني. وسكار بعدها بيسيبه وبيمشي وبيدي اشاره للضباع عشان يبداوا خطتهم. والخطه بتكون عباره عن ان الضباع تهاجم قطيع من الحيوانات البريه فوق التل، فالقطيع بيهرب من الخوف وبيبداوا انهم يجروا في اتجاه الوادي اللي موجود فيه سيمبا اللي بيحاول انه يهرب منهم ويستخبى في الوادي. لكن الفرار الجماعي للحيوانات البريه بيكون عنيف جدا بسبب خوفهم من الضباع. وسكار بيروح لموفاسا وبيقول له ان سيمبا محاصر وسط فرار جماعي من الحيوانات البريه. فموفاسا بيجري بسرعه عشان ينقذ ابنه اللي بيكون معلق نفسه في جذع شجره في الوادي. وبعد ما سكار بيوري له مكانه من فوق التل موفاسا بينزل بسرعه وبيجري عليه، وبنشوفه وهو بيجري وسط الحيوانات البريه وبيوصل لسيمبا وبيحاول انه ياخده، لكن واحد منهم بيخبطه وبيوقعه، بس بيقدر بعدها انه ياخد سيمبا ويوصله لمكان امن. وبيحاول بعدها انه يتسلق الصخور، وسكار طبعا بيكون مراقب كل اللي بيحصل ده من غير ما يتدخل، وبيكون شايف موفاسا بيتسلق الصخور لحد ما بيوصل له. وساعتها موفاسا بيشوف الغدر في عيون سكار اخوه، ومع ذلك بيطلب منه انه يساعده. لكن سكار بيغرز مخالبه في ايد موفاسا وبيقول له عاش الملك، وبيضربه بعدها ضربه قويه وبيرميه من فوق التل. وبعد ما سيمبا بيلاقي ان الفرار الجماعي انتهى بينزل من مكانه عشان يطمن على ابوه، لكن للاسف بيتفاجئ ان الملك موفاسا مات، ومن كتر حزنه على ابوه بينام في حضنه لحد ما سكار بيوصل وبيشوفه وبيقول له ان هو السبب في موت ابوه. لكن سيمبا بيقول له ان اللي حصل ده كان حادثه بسبب ان موفاسا كان عايز ينقذه. فسكار بيقول له انه مصدقه طبعا، لكن القبيله كلها مش هتصدق كلامه وساعتها هينتقموا منه كلهم. ولما سيمبا بيقول له ينصحه بايه، فسكار بيقول له ان الحل الوحيد انه يهرب لمكان بعيد وما يفكرش انه يرجع تاني. وسيمبا فعلا بيهرب من المكان، والضباع بتظهر بعدها من ورا سكار اللي بيأمرهم بعدها انهم يقتلوا سيمبا. فالضباع بعدها بيطلعوا يجروا ورا سيمبا عشان يخلصوا عليه لحد ما سيمبا بيقع من فوق منحدر عالي جدا، والضباع بيفتكروا انه مات وبيرجعوا لمكانهم تاني. لكن سيمبا بيكون وقع تحت جذع شجره في التله ولسه ما ماتش، وبيهرب بعدها لبره المملكه. وبعدها سكار بيرجع للقبيله من تاني وبيقول لهم انه حزين جدا على موت الملك موفاسا وابنه سيمبا، وانه ندمان انه ما كانش موجود على التل وقت موتهم عشان ينقذهم. المهم ان بعد موت الملك موفاسا وابنه سيمبا الوضع بقى متاح له دلوقتي انه يكون الملك الجديد، وانه هيستعين بالضباع عشان يساعدوه في الحكم، واللي بيكون دخلهم المملكه عشان يعيشوا وسط الحيوانات. وفي الوقت ده سيمبا بيكون ماشي وحيد في صحراء ملهاش نهايه لحد ما بيغمى عليه من الجوع والعطش، والطيور الجارحه بتبدا انها تحوم حواليه وهي مستنيه موته عشان تنهشه. لكن لحظ سيمبا الكويس بيوصل النمسي تيمون مع صديقه الخنزير البري بومبا للمكان، وبيبداوا انهم يبعدوا الطيور عن سيمبا. واول ما بيعرفوا ان اللي وقع ده اسد صغير بيترعبوا وبيهربوا هما الاثنين من المكان بسرعه. لكن سيمبا ساعتها بيفوق وتيمون بيقول له انهم انقذوا حياته، فسيمبا بيقول لهم انه مش فارق معاه اي حاجه لانه عمل حاجه فظيعه ومش حابب انه يتكلم عنها. ولما تيمون وبومبا بيشوفوا انه مكتئب
بيحاولوا انهم يواسوه وبينصحوه انه يدي ظهره لاي مشاكل ممكن تضايقه، وسيمبا بيقول لهم انه ما ترباش انه يعمل كده، فتيمون بيقول له انه لازم يمشي بمبدأ هكونا مطاطا، او بمعنى اصح يضربها طناش. فسيمبا ما يكونش قدامه اختيار تاني غير انه يروح مع تيمون وبومبا، وبيشوف بعدها الوادي الجميل اللي عايشين فيه، وبيعرفوه بعدها انهم عايشين مع باقي الحيوانات اللي موجوده في الوادي ده بسلام، وانه ما ينفعش يفترس اي حد فيهم، وانه لو عاوز ياكل ممكن يتغدى على ديدان زيهم، وبيقولوا له ان طعمها مش لذيذ قوي لكن هتسد جوعه. وسيمبا فعلا بيجرب كلامهم وبيقتنع بيه، وبتعدي الايام وسيمبا بيكبر، وصداقته كمان مع تيمون وبومبا بتكبر. وبنرجع من تاني لمملكة أرض العزة اللي بيحكمها سكار بمساعدة الضباع، واللي بتكون اتحولت لأرض قاحلة، وده بسبب عمليات الصيد الغير منظمة من الضباع وسكار. وزازو اللي لسه ولاؤه لعيلة مفاسة بيبلغ نالا بأن أرض العزة على حافة الانهيار بسبب صيد الضباع لكل المخلوقات من غير حساب، والضباع ساعتها بيشوفوه بيهجموا عليه، لكن زازو بيقدر انه يهرب منهم. وبنشوف سكار بعدها وبيكون وصل لمكان القبيله مع الضباع، ونالا بتقول لسرابي انهم لازم يقاوموه ويهربوا من المملكه، لكن سرابي بترفض كلامها وبتقول لها انهم لازم يصبروا لان مصيرهم يقعوا من تاني. وشينزي بعدها بتبلغ سرابي ان سكار طلب مقابلتها، فسرابي بتروح عشان تقابله، وسكار بيطلب منها انها تنضم له في اكل الفريسه اللي قدامه، لكن سرابي بترفض وبتقول له انه قرب يقضي على كل موارد المملكه، وده بسبب افراطه في الصيد. وسكار بيقول لها انه يعمل اللي هو عايزه لانه الملك، وبيطلب منها انها تتجوزه لانها فضلت عليه اخوه الملك مفاسة زمان، لكن سرابي بتقول له ان ده مستحيل يحصل. فسكار بيعاقبها بانه بيخلي الضباع يخلصوا على كل الاكل. وتاني يوم بنشوف نالا وهي بتتسلل بالليل عشان تخرج بره المملكه، وده من غير ما سكار والضباع يحسوا بيها، وزازو بيشوفها وبيحذرها انها تمشي لانه خايف عليها، لكن نالا بتقول له انها تروح تدور على حد يساعدهم من بره المملكه. فسكار بعدها بيحس بوجودها وبيبدا انه يدور عليها، لكن زازو بيوهمه ان هو اللي كان بيتحرك في المكان، وبيشتته عشان يبعده هو والضباع عن نالا اللي بتاخد طريقها بعدها وبتهرب لبره المملكه. وسرابي بتشوفها من فوق التل. وبنشوف سيمبا بعدها وهو بيلعب مع الفراشات اللي في الوادي، وبيكون في غزال بيهرب منه لانه فاكر انه هيهجم عليه، وسيمبا بيستغرب من تصرف الغزال، لكن تيمون وبومبا بيقولوا له ان طبعا الغزال عارف انه اكيد فريسه سهله بالنسبه له وعشان كده هرب منه. وبيفضلوا هما الثلاثه يتكلموا مع بعض عن التوازن البيئي وقد ايه كل الكائنات بيكملوا بعض لانهم مرتبطين مع بعض بشكل غير مباشر. وسيمبا بعدها بقوته بيكسر لاصدقائه صخره كبيره جواها عدد كبير من الديدان، وده عشان ياكلوا، وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا يرتاحوا مع بعض على صخره، وبيفضلوا هما الثلاثه يتاملوا النجوم اللي في السماء. وبومبا بيسال توم هي النجوم دي عباره عن ايه، وتيمون بيقول له انه متاكد انهم عباره عن حشرات منوره او دبان مضيء في السماء. فلما بيسالوا سيمبا عن رايه، سيمبا بيفتكر كلام ابوه له وبيقول لهم ان حد قال له ان النجوم دي عباره عن ارواح الملوك العظام اللي دلوقتي بيراقبونا من السماء. وساعتها تيمون وبومبا بينفجروا من الضحك من كلام سيمبا اللي بيزعل جدا لانه افتكر ابوه، وبيسيبهم عشان يروح يقعد لوحده. ولما بيكون قاعد في خصله شعر منه بتطير وبتقع في الميه، وبعدها بتاخد طريقها وسط اراضي الوادي لحد ما بتوصل بالصدفه للقرد رفيقي اللي بيعرف من خلالها ان سيمبا لسه عايش. وفي الوقت ده بيكون تيمون وبومبا مبسوطين وبيتمشوا مع باقي الحيوانات اللي في الوادي، ونالا بتشوفهم وبتهجم عليهم عشان تفترس اي حد منهم، والمجموعه كلها بيبداوا انهم يهربوا منها. ونالا ساعتها بتطارد بومبا اللي بيجري وهو مرعوب لحد ما بيحاول انه يتسلق صخره ورا تيمون، لكن بيفشل وبيقع. وقبل ما نالا تاكله سيمبا بيوصل وبيشتبك معاها، وما بيكونش يعرف ان دي نالا اعز اصدقائه، لكن بياخد باله منها وبيناديها بعدها باسمها، وبيعرفها بعدها انه سيمبا صديقه اللي هرب من سنين. ونالا بتفرح جدا وبتعرفه بعدها باللي سكار عمله في المملكه هو والضباع، وبتقول له انه لازم يرجع للمملكه من تاني كملك. لكن بعد ما سيمبا بيعرفها على تيمون وبومبا بيقول لها ان الوادي ده بقى مكانه، وبيرفض انه يرجع معاها، وبياخدها في جوله معاها عشان يعرفها على جمال المكان اللي هم عايشين فيه. وبعد ما بيقضوا وقت كبير مع بعض هما الاثنين وبيسترجعوا كل ذكرياتهم القديمه، نالا برضه بتفشل انها تقنع سيمبا انه يرجع معاها، وبتستغرب انه اختفى طول الفتره دي من غير ما يعرفهم مكانه. لكن سيمبا طبعا بيكون فاكر ان هو السبب في موت ابوه، وبيرفض انه يرجع معاها، وبيقول لها ان سكار دلوقتي هو الملك، وكمان بيقول لها انه ماشي دلوقتي في الدنيا بمبدأ هكونا مطاطا. ونالا بتزعل وبتقول له انه مبقاش سيمبا بتاع زمان، وبتسيبه وبترجع بعدها للمملكه. وبعدها بنشوف سيمبا وهو بيتمشى لوحده وبيفكر في كلام نالا اللي قلبت عليه المواجع. والقرد رفيقي بيكون قدر يوصل لمكان سيمبا وبيشوفه، ولما سيمبا بيسأله انت مين، رفيقي بيعرفه ان اول واحد شاله وقدمه للمملكه هو طفل صغير، وبيقول له بعدها ان الملك مفاسة لسه عايش. فسيمبا بيتجنن لما بيسمع الخبر وبيطلع يجري ورا رفيقي، ورفيقي بيفضل يجري وهو بيدل سيمبا على الطريق لحد ما بيوصله لبركه ميه في الوادي، وبيطلب منه انه يبص فيها. فسيمبا بيشوف انعكاس صورته على الميه وبيفهم ان رفيقي عايز يوصل له ان روح ابوه لسه عايشه جواه، وساعتها بيفتكر كلام ابوه له بانه لازم ياخد مكانه ويتحمل مسؤوليته كملك. ولما رفيقي بيساله يا ترى عرفت انت مين دلوقتي، بيرد عليه وبيقول له ان انا الملك سيمبا ابن الملك مفاسة، وبيقف فوق صخره عاليه وزئيره بيكون عالي جدا،
جدا، وبياخد طريقه بعدها عشان يرجع ملكه في ارض العزة. وبيلحق نالا في الطريق وبيطلب منها انها تكمل معاه لارض المملكة، وبياخدوا طريقهم مع بعض لحد ما سيمبا بيشوف ان المملكة اتحولت لخراب في عهد سكار. وزازو بيشوفه وبيفرح جدا برجوعه، وسيمبا بيشوف ان تيمون وبومبا اصحابه جم وراه عشان يساعدوه، وبيعرفهم انهم دلوقتي بقوا في مملكته، وبيبداوا انهم يتسللوا كلهم عشان يدخلوا المملكة. لكن بيكتشفوا ان الضباع محاصرين كل حدود المملكة، فبيفكروا انهم يستخدموا بومبا كطعم عشان يشتتوا الضباع، وسيمبا وقتها يقدر انه يدخل، وفعلا بيعملوا كده. وتوم بيقول للضباع ان بومبا جاهز عشان يكون العشاء بتاعهم، والخطة فعلا بتنجح، والضباع بيبداوا انهم يطاردوا تيمون وبومبا، والطريق بيفضى قدام سيمبا ونالا. وبنشوف رافيكي هو كمان بيخرج عصايته القديمة وبيستعد للمعركة. وفي نفس الوقت سكار بيكون بيهدد سرابي وبيطلب منها انها تتجوزه، لكن سرابي بتقول له انه نكره بالمقارنه مع مفاسا، فسكار بيهجم عليها وبيضربها. وساعتها سيمبا بيوصل، وسكار بيشوفه وبيفتكر ان هو مفاسا، وسيمبا بينزل لامه وبيطمنها انه مش هيسيبها تاني. وسكار بيتفاجئ ان سيمبا لسه عايش لان الضباع كانوا مفهمينه انهم قتلوه. ونالا بتظهر ساعتها وبتقول لسكار ان سيمبا هو الملك الحقيقي ليهم، وان كل القبيله هيحموه بارواحهم. لكن سكار بيقرر انه يكمل كذبته وبيفضح سيمبا قدام القبيله، وبيقول لهم ان سيمبا هو اللي كان السبب في موت الملك مفاسا. وسيمبا بيعترف بغلطته قدام القبيله، وبيبدا انه يتوتر قدام سكار اللي بيلاحظ ضعفه وبيضغط عليه عشان يخليه يخضع لحكمه، لحد ما سيمبا رجله بتتزحلق من فوق التل وبيتعلق بايده في الصخره. وسكار بيفتكر ان الموقف ده يشبه موقف قتله المفاسا اللي سيمبا ابنه بقى في نفس مكانه دلوقتي، فبيغرز مخالبه في ايد سيمبا وبيقول له انه هيقتله دلوقتي زي ما قتل ابوه. وسيمبا لما بيسمع الكلام ده بيتعلق في شعر سكار وبيقدر انه يطلع على التل من تاني، وبيواجه سكار بعدها بالكلام اللي قاله له. وسكار هو اللي بيبدا يقلق، ولما بيلاقي ان مفيش فايده بيأمر ضباعه انهم يهجموا على القبيله، وسيمبا وباقي الاسود بيبداوا انهم يشتبكوا معاه، وبتدور بينهم معركه قويه جدا. وتيمون وبومبا بيبداوا انهم يهربوا وبيتفاجئوا بحصار الضباع ليهم، لكن بومبا بشجاعته بيقدر انه يهاجمهم لحد ما الضباع هم اللي بيهربوا منه. ونالا هي كمان بتشوف شينزي وبتشتبك معاها، وحتى زازو بيحارب الضباع بشجاعه وبيتخلص منهم بكل ذكاء لحد ما الضباع بيحاصروه. ورافيكي بيوصل ساعتها وبيبدا انه يتخلص منهم، وبنشوف نالا وهي بتعض شينزي وبترميها من فوق التل وبتتخلص منها. وسيمبا بيوصل وبيبدا انه يساعدها، وبيخلصوا على باقي الضباع الموجودين مع بعض. وسكار بيعرف انه خسر المعركه، وده لما بيشوف ان الضباع بدأوا يهربوا من المكان، فبيبدأ انه يهرب بعدها. وسيمبا بيفضل يطارده لحد ما بيقدر انه يحاصره فوق التل، وسكار بيفضل يترجاه انه يرحمه، وبيقول له ان الضباع هم اللي كانوا سبب في كل اللي حصل، وانه كان ناوي يتخلص منهم في اقرب وقت ممكن. فسيمبا بيقول له انه كده كده ما كانش هيقتله زي ما قتل ابوه، وبيأمره بعدها انه يهرب بره المملكه وما يرجعش تاني. ودي نفس الجمله اللي سكار قالها له قبل كده وهو صغير، لكن سكار بيخدعه وبيبدأ انه يشتبك معاه عشان يقتله. وبعد معركه طويله بينهم هما الاثنين سيمبا بيقدر انه يتغلب عليه، سكار بيقع من فوق التل لكن ما بيكونش مات، وبيقابل تحت باقي الضباع اللي الاسود وقعوهم، واللي بتكون معاهم شينزي اللي بتقول له انها سمعت كلامه مع سيمبا عليهم بانه عايز يقتلهم، فبيهجموا عليه كلهم بعدها وبيخلصوا عليه. وسيمبا بيرجع لقبيلته من تاني وبيبقى ملك الارض العزة، وبعد وقت قصير المملكه بترجع لجمالها من تاني تحت حكم الملك سيمبا والملكه نالا اللي بقت زوجته دلوقتي. وبنشوف رافيكي وهو بيقدم للمملكه ابن سيمبا ونالا واول امير ليهم. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناه لمتابعه كل جديد.